ودايع، شهادات، صناديق استثمار، خيارات كتير. النهارده هشرح لك الفرق بينهم هما الثلاثه وايه مميزات وعيوب كل واحده فيهم، وانت بقى تختار اللي يناسب ظروفك. اول حاجه الودايع بالدولار، ودي بتبدا من اسبوع لحد 7 سنين وبتشترط حد ادنى، وفي شهادات بتبدا من اول $100 تقريبا، بس الاغلب بيكون $1000، ودي العائد بتاعها بيبدا من 4.5% ولحد 5.8% في السنه الواحده، وكل ما يزيد الحد الادنى كل ما يزيد فايده الوديعه. وطريقه حساب الفوائد في الودايع بتكون يوميه او شهريه او نص سنويه او سنويه، وفي حال كسر الوديعه قبل ميعادها بيتخصم جزء من سعر الفايده على الوديعه، ودي نسبتها بتختلف من بنك للتاني، وكمان ممكن تاخد قرض بضمان الوديعه. تاني حاجه الاستثمار في الشهادات الدولاريه، في منها بيبدا من اول $100 ومضاعفاته، ومدتها بتبدا من 3 سنين او 5 سنين او 7 سنين، وفي شهادات بتدي عوائدها بالدولار 7% سنوي، وفي شهادات بتدي العائد بتاعها بالجنيه 9% سنوي، وبعد ما تنتهي مده الشهاده بتسترد فلوسك بالدولار عادي جدا، بس ما تقدرش تفك الشهادات قبل 6 شهور، وفي حاله كسر الشهاده بيتم فرض غرامات على السحب المبكر. ممكن تبدا الغرامات من اول 70% ولحد 85% من قيمه الفايده مش اصل المبلغ. اخر حاجه هي صناديق الدولار، في منها اللي بيدي عائد تراكمي يومي، بس دي اقل اشتراك فيه $5000 وموجوده في بنك مصر، وملوش رسوم شراء ولا استرداد، وبيستثمر في ادوات قصيره ومتوسطه الاجل اللي بتدخل ليه عائد ثابت زي السندات واذون الخزانه والودائع البنكيه وشهادات الادخار. وفي نوع تاني واللي هو استحقاق 2029، واقل اشتراك فيه بيكون $10000، تقدر تشتري فيه كل اسبوع من اول ما يفتحوا باب الاكتتاب لحد ما يقفلوه، والاسترداد بيكون شهريا، وده على حسب السعر المعلن للوثيقه في اول يوم 2 من كل شهر، ودي بتكون مناسبه للمستثمرين اللي ممكن يلتزموا لفتره طويله اللي هو لحد سنه 2029 زي ما قلت، واللي هيستثمر فيها ما يكونش محتاج سيوله على المدى القريب لانها بتكون من 3 سنين فيما فوق. لو انت بقى مش عايز تسحب الفايده اللي بتنزل لك ممكن تضاف على اصل المبلغ بتاعك. طيب يعني اختار ايه فيهم؟ انا هقولك، لو بتدور على عائد دولاري مرتفع يبقى صناديق الدولار افضل ليك، ولكنها استثمار طويل الاجل وبترفع من اصل فلوسك. انما الشهادات الدولاريه بتدي لك عائد 7% بالدولار او 9% بالجنيه، وده بيبقى في اول المده خالص، ودي ميزه بتحقق لك دخل ثابت خلال فتره الاستثمار، وكمان بتحافظ على اصل مبلغك بالدولار عادي. انما بقى لو بتبحث على استثمار سريع بالدولار يبقى الودايع بالدولار هي افضل حل ليك. قول لي بقى في الكومنتس، لو انت مغترب ومعاك دولار تفضل تستثمرها في ودايع ولا شهادات ولا صناديق استثمار؟